في يناير سنة 1970 بتستلم المخابرات المصرية معلومة مؤكدة. المعلومة دي بتقول إن في شركة إسرائيلية اسمها ميدبار اتعاقدت مع شركة إيطالية اسمها إني على إنها تشغل حفار، وكان المتفق عليه إن هيتم تشغيل الحفار ده داخل سيناء. السؤال بقى، هي إسرائيل عايزة الحفار ده تعمل بيه ايه؟ الحكايه دي كان ليها هدفين. الهدف الاول وهو هدف معنوي، فاسرائيل كانت عايزه تذل مصر قدام العالم كله. بالعربي كده عايزين يقولوا للعالم كله ان خليج السويس تحت سيطرتهم، والدليل على كده انهم اهو بينقبوا فيه على البترول قدام العالم. وده طبعا اكيد هيضعف في الجبهه الداخليه في مصر، فهيؤدي لانقلاب الشعب على الجيش ويضعف الثقه فيه. اصل الجيش كده لا منه بيحارب ولا منه قادر يحمي البلد. اما الهدف التاني بقى هو هدف مادي، وهو سرقه الثروات البتروليه في مصر. بمجرد وصول المعلومات دي للمخابرات العامه المصريه بقياده السيد امين الهويدي اللي كان رئيس المخابرات في الوقت ده، بدوره بيقوم بعرض الموضوع على طول على الرئيس جمال عبد الناصر. كان قرار عبد الناصر صريح ومباشر، وهو ان الحفار ده لازم يتدمر وباي ثمن. وبالفعل امين الهويدي بيبدا يعرض الخطه بتاعته على الرئيس جمال عبد الناصر، واللي كانت بتتضمن سيناريوهين. السيناريو الاول وهو تدمير الحفار بمجرد وصوله للبحر الاحمر او خليج السويس، بس الامر ده كان صعب قوي، يكاد يكون مستحيل. اصل اسرائيل اختارت الحفار ده بعنايه شديده جدا. اصل الحفار ده ما كانش بتاع اسرائيل لوحدها، لا، كان مشترك في ملكيته 5 دول: امريكا، اسرائيل، بريطانيا، كندا، هولندا. يعني من الاخر لو ضربت الحفار ده انت كده بتعادي الدول دي كلها. السيناريو التاني بقى وهو ضرب الحفار ده خارج مصر وخارج البحر الاحمر نهائيا. بس عشان نعمل كده فاحنا محتاجين نعرف الاول خط سير الحفار ده وبدقة شديدة، هو هيوصل البحر الاحمر عن طريق ايه بالظبط. فبعد ايام من متابعه المخابرات العامه المصريه واستطلاعهم، فبيتضح ان خط سير الحفار ده هو انه هيطلع من كندا يمشي في المحيط الاطلنطي، وبعدين هيلف حوالين افريقيا عن طريق راس الرجاء الصالح، وبعدها بقى يوصل وجهته اللي هي خليج السويس. وكان الاسم الكودي للعمليه دي هي عمليه الحل. بدأت المخابرات العامه المصريه في اختيار المجموعه اللي هتنفذ العمليه وتقسيمهم ل3 فرق، وهم فرقه التخطيط، فرقة العمليات، فرقة التنفيذ. وبناء على الكلام ده بيتم اختيار اسامي الابطال اللي هينفذوا العمليه دي: الرائد خليفه جودر قائد مجموعه الضفادع البشريه، وضابط العمليات الملازم اول حسن الشراكي، والملازم اول محمود سعد ضابط ايضا بالعمليات، وضابط صف احمد المصري. والمجموعه كلها كانت تحت قياده البطل الملقب بقلب الاسد محمد نسيم. العمليه دي كانت سريه للغايه، لدرجه ان عناصر التنفيذ نفسهم محدش بلغهم بطبيعه العمليه، فكل اللي اتقال لهم انهم رايحين يلغموا سفينه تجاريه اسرائيليه. جهاز المخابرات العامه المصريه في الوقت ده كان كل شغلهم الشاغل وكل تركيزه على نجاح العمليه دي بالذات. اصلك دي مش عملية عادية او مجرد عملية في حرب استنزاف، لا، دي عملية بتمثل كرامة الدولة كلها. فبدأوا يسخروا ويسهلوا كل حاجة لطاقم العملية، وبدأوا يجمعوا لهم المعلومات، وزرعوا مجموعة كبيرة من العملاء في اوروبا وافريقيا عشان يقدروا يجمعوا اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحفار وخط سير. وبعد التدريبات اللازمة اصبح الفريق خلاص جاهز للتنفيذ. بس كان في حاجة مهمة جدا، دلوقتي الفريق متدرب انه يزرع الالغام كويس، تمام، بس يا ترى هيزرع الالغام دي فين بالظبط في الحفار؟ لان الحفار ده حاجه عملاقه جدا، فهنحط اللغم في اي حته ونمشي كده؟ مش هينفع طبعا ان احنا نزرعها بطريقه عشوائيه كده، لا، دي لازم تتزرع بطريقه مدروسه وتتحط في اماكن معينه. من الاخر احنا عايزين نجيب اجل الحفار عشان ما يقوملهوش قومه تاني. عشان كده بتقوم المخابرات العامه المصريه بارسال ضابط مخابرات منتحل صفه مهندس لشركه ايسو في مصر، والضابط ده عرف للشركه نفسه على انه بيعمل رساله ماجستير عن الحفارات العملاقه. فمعلش يا جماعه والنبي لو ينفع تساعدوني باي معلومات متوفره عن بناء الحفارات علشان محتاجها في الرساله بتاعتي. ولحسن الحظ كان مدير الشركه دي هو شخص انجليزي، ومعاه مجموعه من الابحاث والمراجع المتوفره عن نفس نوع الحفار المراد تدميره. وبكده وبعد دراسة المراجع والأبحاث دي قدرنا أخيرا إننا نعرف الأماكن اللي هنزرع فيها الألغام بالظبط.
بحيث تموت الحفار تماما وتخرجه من الخدمه. وعايز الفت انتباهكم لحاجه مهمه جدا، وهو ان الحفار كان موجود في ميه غريبه عن الميه بتاعتنا. ومش بس كده، لا ده كمان مصاحبه حراسه شديده جدا من الموساد الاسرائيلي. وبيجي يوم 10 فبراير سنه 1970 بتوصل معلومه مهمه لقائد العمليه محمد نسيم بان الحفار هيوصل السنغال عصر يوم الاثنين 12 فبراير سنه 1970. فعشان كده على طول بيسافر البطل محمد نسيم على السنغال. فاول ما بيوصل السنغال بيعمل تحرياته واستطلاعاته وبيتاكد ان الحفار فعلا في السنغال، وعلى طول بيبعت اشاره لمصر ان لازم عناصر العمليه تسافر على السنغال فورا. وفعلا عناصر التنفيذ بتتوجه من مصر لباريس ومن باريس على السنغال على طول. بس دايما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن قبل ميعاد تنفيذ العملية المتفق عليه الحفار بيخرج من السنغال وبيكمل خط سيره. فالقائد محمد نسيم ملقاش قدامه غير انه يصدر اوامره بالعوده للقاهره وانه يلغي العمليه كلها. طب احنا هنا في كارثه، الاعصاب بدات تتوتر، الحفار عمال يقرب من خليج السويس، لا والاكتر ان الحفار بيختفي خالص من المحيط الاطلنطي وما عندناش معلومه واحده عن مكانه فين. بس في الوقت المناسب بتوصل معلومه من بحار سنغالي من المتعاونين مع المخابرات العامه المصريه. المعلومه دي كان مضمونها ان القاطره اللي بتشد الحفار دي حصل فيها عطل وانها لازم تتحرك من مكانها علشان يتم اصلاح وصيانه العطل ده عشان تقدر القاطره تكمل رحلتها لخليج السويس. فكان لازم ان القاطره دي تقف في ميناء ابيجان في ساحل العاج. فبمنتهى السرعة الضابط محمد نسيم بيسافر تاني على ساحل العاج ويبدأ يجمع المعلومات للمرة التانية. وبالفعل المعلومة كانت صحيحة، ويوم 2 مارس سنة 1970 بيوصل الحفار إلى ميناء أبيجان. وبالفعل بيوصل كمان فريق تنفيذ العملية لميناء أبيجان. ولحسن الحظ كان نفس توقيت وصولهم هو وصول مجموعة من رواد الفضاء الأمريكان. مش كده وبس، لا ده كان في مناسبة تانية، وهي إن البلد بتحتفل بيوم المرأة العالمي. فالبلد مشغولة بقى ما بين تأمين رواد الفضاء وما بين يوم المرأة العالمي. فكان بالنسبة لوجود عناصر المخابرات المصرية في أبيجان الجو مهيأ تماما، وهو ده الوقت المناسب لتنفيذ العملية. ما كانش فيه غير مشكلة واحدة، وهي عناصر الموساد اللي بتقوم بتأمين الحفار. عشان كده القائد محمد نسيم أول ما وصل الفندق اتعرف على زوجين من النرويج وكانوا كبار في السن، كانوا بيقضوا شهر العسل بتاعهم في ساحل العاج. واحنا كمصريين ما يفوتناش الواجب، فالراجل صمم انه لازم يحتفل بيهم، والاحتفال ده كمان هيكون على حسابه الشخصي. هو بقى كان من ناحية تانية بيظبط الاحتفال ده مع مجموعة من الصيادين الأفارقة، واتفق معاهم بأنهم هيعملوا احتفال للعروسين دول. فاشترى لهم 4 صناديق من الألعاب النارية، وخلى مكان الاحتفال بالعروسين ده في مكان قريب من مكان تنفيذ العملية. وقال للصيادين دول إننا هنحتفل بالعروسين ونبدأ في إطلاق الألعاب النارية دي الساعة 12 بالليل. فأول ما الساعة جت 12 بدأ الصيادين في إطلاق الألعاب النارية بكثافة حسب الاتفاق اللي بينهم وبين الضابط محمد نسيم. فعناصر الموساد الإسرائيلي أول ما سمعت إطلاق الألعاب النارية دي نزلوا من الحفار وركبوا المراكب المطاطية وتوجهوا لمكان الإطلاق ده عشان يشوفوا هو فيه إيه بالظبط. وبكده نجحت خطة التمويه في إبعاد عناصر الموساد من على الحفار. وفي نفس الوقت ده رجالتنا نزلوا هم كمان وتوجهوا لمكان الحفار اللي كان واقف على مسافة 500 متر بس من المينا. يعني المسافة مش هتاخد معاهم وقت خالص على ما يوصلوا من بداية المينا لحد الحفار. وبالفعل بيوصلوا للحفار وبيزرعوا الألغام في الأماكن اللي كان متفق عليها، وقبل ما عناصر الموساد ترجع تاني على الحفار. وأول ما خرجوا من المية على طول غيروا هدومهم ولموا حاجتهم وعلى المطار عدل. وهم في طريقهم للمطار بينفجر الحفار، بيتحول لكتلة من النار لدرجة انه اتباع خردة في الاخر في ساحل العاج. طبعا المخابرات المصرية كان لازم تعرف العالم كله ان هي اللي نفذت العملية دي، بس في نفس الوقت من غير ما يكون في اي دليل ملموس. عشان كده سابوا وراهم زعانف ايطالية ونظارات المانية وجهاز لاسلكي ياباني و3 كشافات مكتوب عليهم صناعة انجليزية وجواهم بطاريات مكتوب عليها صنع في مصر. ساعتها العالم كله عرف ان اللي عمل العملية دي هي المخابرات العامة المصرية، لكن مفيش اي حد عارف يثبت برضه ان مصر هي اللي عملت العملية. واول ما رجالتنا رجعوا على مصر بيستقبلهم السيد امين الهويدي رئيس المخابرات المصرية، وبيتم تكريمهم ولكن طبعا بصفة سرية من الرئيس جمال عبد الناصر. وبكده العالم كله عرف مقام مصر وحجم جهاز المخابرات المصري. عاشت مصر حرة أبية، وعاش جهاز المخابرات العامة المصرية. وبكده أنا خلصت، وهي دي حلقتنا النهاردة. أنا ميدو جبريل،
من برنامجكم ميدوبيديا. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير لو كنتم بتشوفوني على الفيسبوك، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو كنتم بتشوفوني على اليوتيوب. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.